السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتي اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا، وصفة الحلة الواحدة. هنعمل الرز البخاري بالفراخ. تعالوا يلا نشوف احنا عملناها ازاي، ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقول بسم الله. عندي حلة على النار كده، حط فيها شوية زيت، وممكن تحطي كمان معلقة سمنة، وهنزل بقى فيها بالفراخ بتاعتي. عندي كده وركين، هنزلهم كده يتشوحوا وياخدوا لون، وكمان هحط عليهم معلقة ملح صغيرة ومعلقة فلفل. انا هسيبهم كده يتشوحوا واقلبهم على الجنبين، واول ما ياخدوا لون معايا هقوم شايلاهم. وفي نفس الحلة احنا اتفقنا ان الاكلة بتاعتنا في الحلة واحدة. هنزل ببصلايه صغيره مكعبات، انا مقطعها على ايديا يا جماعه، قطعوها على ايديكم، ما تعملوهاش في الكب خالص. واول ما تغير لون معايا كده، انا مش عايزاها تحمر، انا عايزاها يا دوب تدبل. انزل عليها بجزرتين صغيرين مبشورين. عندك جزر كبير حطي جزرية واحده بس مبشوره. هنزل بقى عليهم بورق لوري، ليمون مجفف، قرفة، عود قرفة، وكمان فصين حبهان، ومعلقة من الكركم، واقلب كويس. واحط كمان فصين كده من القرنفل، واقلبهم كده يتشوحوا معاهم وريحتهم تطلع كده. واحط كمان بشرة شوية جوز الطين. تمام كده. عندي بقى الرز انا غسلاه كويس، وهنزل بيه كده يا دوب برضو اشوحه معاهم، وانزل عليهم باعدل الرز. لكل كوبايه رز هتحطي كوبايتين ميه سخنه، واحط عليهم كده الفراخ ومكعب من المرق، واقلب واسيبهم يستووا. اول ما يستووا معايا اقدمهم معاكم، والرز معايا جميل ومفلفل. بصوا تحفه الاكله دي يا جماعه، وسهله ومنجزه في رمضان كده، ومتاخدش وقت معاكم خالص. ادي معايا الفراخ والرز مفلفل وزي الفل. لو وصلتوا معايا هنا للفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.